السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج القوس حبايب قلبي، وحشتوني كتير. بحبكم في الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. صفوا النية كده، تفعلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب، وكمان استغفروا حبايبي. طبعا لأول مرة يشوف القناة، دعم القناة بالاشتراك والشير ولايك يا حبايبي، وده فضل منكم والله مش أمر. وطبعا اللايك يا حبايبي هو ده اللي بيرفع الفيديو، لأن أنا بنزل الفيديوهات بتكون متأخرة، فبتنزل بدون إشعار. فحبايب قلبي اقفوا معايا كده باللايك، لايك يا بنات، لايك، بنات أو ولاد. طبعا الطاقة مفتوحة، تقدر تتفرج على الفيديو في أي وقت. سامعني؟ اكيد سامعني. انت عندك طاقة رجوع، تفكير، ناوي تغير شغل، بيت، ناوي تغير اشخاص في حياتك. انت الفترة دي عندك نية، هيكون في كده تغيير نظام جديد في حياتك الفترة الجاية. بس خلي بالك من التعمال اللي فاتح بقه عليك ونفسه يأذيك بأي طريقة. هو مش وراه ان هو بس ان حاطط عينه عليك. وقع عليك مشكلة، وقع عندك شوية تعب، محتاج ان انت تطلع من الطاقات دي. خلي بالك ان عندك هدية حلوة، او انت اللي بتجهزها، وعندك زيارة، والزيارة دي فيها امور حلوة. في شخص جديد دخل في حياتك وقرب منك، حبيته وحكيت له وعرفته الصغيرة قبل الكبيرة، لحد ما جيلك في وقت ودمرك وغسلك. وهو ده الصدمة اللي انت خدتها في الوقت الحالي. خدت ضربة كانت قوية، قلت عمر ما هيخون، مش زي احد. بس بص، انت هتسترد حقك من الناس اللي ظلمتك. في كمان حبايبي هتكسب اموال، هتكسب حاجات جديدة في حياتك. انت انكسرت اكتر من مرة واتظلمت، وعشان كده انت بتتأسف لنفسك وبتعتذر لنفسك. انت محتاج ان انت تعتذر لنفسك وتطبطب على نفسك وتحب نفسك. يا ريت تحب نفسك زي ما بتبدي اللي حواليك احسن. بدي نفسك على الاخرين. والقلق والحيرة والتوتر والصدمات اللي انت اتعرضت لها على ايد شخص انت بتحبه، شخص انت امنت له، كل ده ارميه ورا ظهرك وما تركزش. انت دايما بيكون عندك فضول تكتشف، تعافر، تبني. والفضول ده اللي بيدخلك في الطاقة السلبية، هو ده اللي بيخليهم يضايقوك ويستغلوا طيبة قلبك. ما بلاش تآمل ناس متستاهلش. عندك شخص من الماضي هيحاول يرجع لك ويكلمك، خلي بالك منه. الألم اللي عندك في المفاصل وفي القولون ده بسبب المشاكل والضغوط اللي انت بتفكر فيها باستمرار. انت عندك قضية وان شاء الله هتربحها. يكون عندك العدالة. انت ناوي تغير حاجة في حياتك، ناوي تعمل حاجات كتيرة في حياتك، ناوي تبني، ناوي تطلع، ناوي تشتغل على نفسك. والله أعلى وأعلم. بس الفترة الجاية دي هتكون أكتر فترة ناوي تعمل فيها حاجات كتيرة، وبتفكر في حاجات كتير. بلاش تفكر في كذا حاجة، ركز في حاجة حاجة عشان تقدر توصل فيها. انت من مميزاتك، الميزة بتاعتك ان انت بتشوف بالحاجة قبل ما تحصلك. ده بسبب روحانيتك العالية اللي واخدة دور معاك كبير. ده ميزة، وميزة حلوة. ودرجة ان انت بتقول لهم خلي بالكوا ده هيحصل، وبيقولك انت فيك ايه، انت بتعرف ازاي. في علاقة انت موجود فيها، والعلاقة دي غامضة ومضايقاك، بس انت مش عارف تتعامل معاه ازاي، ساكت. مع الامور لما تكتمل في حياتك هتلاقي امور عندك بتختلف. عندك الاضواء مسلطة عليك، وده بيدل عليك ان انت مستني لقاء، تليفون، في عندك تواصل. ده هيكون في دراسة، في عمل، ودي هتكون من أولوياتك وفي حياتك. وانت عندك القدرة ان انت تكتشف الأقنعة المزيفة، والأقنعة اللي هم دايما بيقولك ان هم بيحبوك وعايزينك مصلحتك. عشان كده انت تكون مميز
وبكون عكس الآخرين، عكس أي حد في حياتك. كل ما تنوي على حاجة ما بتنميلهاش، بتكون ناوي في حاجة، ناوي تعمل روح مشوار ما تروحش، عايز تنام مش عارف، كون عايز تعمل حاجة بتعرفها ما تعملهاش. ده بسبب الحسد. انت مصاب ونجمك خفيف ومأثر ده على جسمك. حاول ان انت اقوى من كده، اقوى من اي مشكلة في حياتك. عشان كده وعشان كده هتلاقي كل اللي ظلموك وهيجوا يتأسفولك ويعتذرولك. ما تخليش اي حد يتكلم عليك، ما تخليش اي حد يفكر ان هو يأذيك. انت هيكون عندك قرار، والقرار ده انت لازم تاخده. اما تاخد القرار ده ما تقولش انا خدت القرار وانا فكرت وتعبت واديت الموضوع وقته لغاية ما خدت القرار الصح. ده المفروض ان انت تعمله. هما بيحسدوك، اما يعني ما تقولهمش. بتلاقي الدنيا واقفة قدامك، انت بكون مرة كم مرة انت بتناوب بالحاجة تعملها وما بتحصلش. كام مرة بتبقى هتقول خلاص هانت وتلاقيها بقت أسخم. ابشر بالأخبار الحلوة اللي جايلك الفترة الجاية، بس بلاش الهم، بلاش المشكلة الكبيرة اللي انت مازلت موجود انت فيها. على قد ما انت طالع ناوي تطلع من الضغط ده، ناوي تبص لحياتك بطريقة مختلفة، على قد ما انت ناوي ان انت تغير في حياتك والعراقيل اللي انت فيها، وتطلع من السلبيات اللي انت بتمر بيها في الوقت الحالي. بس احذر من ضغط من اشخاص بيحاولوا يضحكوا عليك وعاملين نفسهم ملايكة. في عندك طاقات وطاقات حلوة بإذن الله. انت قلبك ده هيكون فيه تغيير، هتغير ناس، يا اما هتخش لك ناس جديدة، وهتخش ان انت تستاهل الحب. لان انت خدت ضربات قوية كانت في قلبك، خدت صدمات اكتر من صدمة، ومريت اكتر من خذلان من دمك ولحمك. الفترة الجاية دي هتكون فترتك انت، فترة ان انت تثبت وجودك، تحقق الحلم بتاعك. فياريت تخلي بالك من نفسك وتجني حبة من اللي انت زرعته الفترة اللي فاتت. الفترة اللي فاتت انت زرعت كتير، زرعت كذا حاجة في حياتك، وحان الوقت ان انت تجني الخير ده. حان وقت ان انت تصبر. ما تخليش اي حاجة تكسب يعني تخيب ظنك في ربنا. بالعكس خلي عندك ثقة في الله، انت هتطلع منصور، وهتغير حاجات كتيرة. ممكن يعني في خير عندكم جايلكم. انتوا كمان عندكم اخبار حلوة وتفائل. انت عندكم مقابلة، والمقابلة دي هتكون في الشغل او في نقلة في مكان غير انت فيه. انت دايما بتحب الحياة، بس بتخاف منك الناس القريبة منك، الناس اللي بتحس ان هم ممكن تخسرهم. عندك فرحة، والفرحة دي هتكون عندك في بيتك، او فرحة بالامضة او الوثيقة اللي انت هتمضيها الفترة الجاية. بس انت ما تأدي خطوة لقدام، بلاش التراجع. انت بتتراجع او عندك مواضيع بترجع فيها. الايام دي عندك اختلاف في الرأي، امور والله اعلى واعلم. انت ناوي تقدم خطوة، ودي هتكون في مجال حياتك بالكامل. القرار اللي انت هتاخده وحيران لازم تاخده بدون تردد وبدون اي كلمة في اي موضوع. الفترة ديت تحاول تقلل من التوتر بتاعك، الحيرة. ومش عايزاك تفكر في اي حاجة سلبية، فكر في الايجابيات بس. في عندك لقاء اشتياق الفترة الجاية، في حد بيمر بأزمة نفسية، بيخليك مخنوق. أو الشخص اللي بيعدي بالأزمة دي مش طايق حد يكلمه، رغم ان انت جنبه واقف معاه وفي ظهره، بس انت حيران. في عندك
بعض الحيرة في بعض الأمور اللي انت عايشها، لخبطة، إرهاق، توتر. بص حبايبي، خلي بالك انت خلال كام يوم هيكون عندك مكالمة، والمكالمة دي هتكون حلوة وهتكون لك انت ومن نصيبك. بس خلي بالك من ناس دايما بتدعي بالحب، وبيدعي ان هم بيحبوك، بيدعي ان هم مش شايفين غيرك، وهم اصلا حاقدين عليك وحاطينك في بالهم. فانت الفترة الجاية دي هتاخد بعض الخطوات اللي هتكون فيها عدم ناس منافقة في حياتك. دايما بقول لكم خلي بالكم صحتكم، خلي بالكم تاكلوا كويس، تناموا كويس. انت الايام دي خيالك واسع، ومن خيالك الواسع في احسن وقت ان انت تاخد فيه القرار، وده تحقق منه النجاح اللي هو في دماغك. انت الايام دي بترسم خطط حاجات عشان كده تحقق اي حاجة في خيالك. بس خليك مستحمل اي مواجهة، اي قرار، اي حاجة في حياتك لازم تستحمل نتيجتها. في عندك خنقة وضيقة، وده بسبب العين القوية اللي سايباك، ولازم تهدي بالك وتخش على الفترة اللي جاية دي بالخير والفرحة. ارمي بقى الخنقة والضيقة وما تفكرش في الحاجة اللي تضايقك. دايما بتفتح بيبان على نفسك، وعشان كده الباب اللي انت دقيته بقالك فترة هيتفتح قدامك. قدامك كام خطوة، الكام خطوة دي وخلال الخطوات دي حتى عشان توصل لبر الأمان هتضطر ان انت تطرد ناس من حياتك، عشان انت عندك باب جديد. لازم تصفي حساباتك بينك وبين الشريك، شوية كويسين وشوية تقلب، مفيش راحة، كل واحد ماشي بدماغه. انت عندك كلام كتير وعايز تعبر عنه، وعايز تتكلم وتحكي مع الشريك او الطرف التاني، بس لا اهمال. مش تلاقي الشخص اللي معاك بيستغل اللي انت فيه. دايما اقول لكم حبايبي خلي بالكم من عراكيل قدامك واقفة وحاقدين. انت عندك ناس ما تعرفكش وممكن ما تكلمش معاك ولا شافتك، بس بيحسدوك. انت مش عارف، انت كشخصية مش عارف هما بيحسدوك على ايه. كل اللي انت عارفه ان هما بيتكلموا عليك وبيحسدوك. انت اجمل حاجة فيك الدرامات والقوية والصدمات والمشاكل اللي بتمر عليك. على قد ما انت جبل وبتستحمل وبتسد وبتعافر، بتقول مفيش حاجة بتهزني. دايما عندك قوة خارقة، إرادة، وبتحقق حلمك، ومفيش حاجة عندك اسمها مستحيل. عشان كده دايما البيبان المقفولة قدامك دي هتتفتح لك. خلي بالك بقى انت الايام دي بتحاول تستعيد صبرك والحاجات اللي انت فقدتها، عشان كده انت بتفوت حاجات كتير بمزاجك. في ناس حاسة ان انت متساهل معاهم، انت مش متساهل، انت بتعدي، عايز تبني وعايز تعمل الحاجة اللي في بالك. انت بدأت تعدي وبدأت ما تشغلش بالك. على قد الكمية اللي انت فيها هدوء دي، على قد كمية التعب النفسي اللي انت بتعاني منه وساكت وبتقول انا ليه رب كبير. انت الايام ديت بتظهر حاجات غريبة في جسمك، حاجات مش طبيعية لدرجة ان انت حيران. واكتر حاجات انت بتعاني منها الوجع، الوجع اللي في الجسم حاجة مش طبيعية. والهم اللي انت شايله ده ربنا هيشيله من جواك وهيشيل الحمل التقيل. انت من اكتر الناس اللي قلبها طيب، ومن اكتر الاشخاص اللي اتمرت بصدمات من مقربين من قلبك دعاء، وابتدي ربنا ليل ونهار. وعشان كده ربنا هيكبر بخاطرك الفترة الجاية، وهيشق طريقك في اشتياق، في امور، في تراجعات، في حياة حلوة. عندك كمان العدالة، انت ساكت، انت عارف ان انت عندك عدالة، وفعلا عندك عدالة حلوة. العدالة دي انت هتكون مبسوط بيها، عشان هتلاقي الشخص بيحكم بالعدالة في حياتك. في عندك تعبين وشهم بيتلون، مش واحدة ولا اتنين، ده كذا تعبان، كذا تعبان عندك. معاك احبابك، ومجرد ما تديهم ظهرك
تلاقيهم بيدوك بخ السم وعايزين يأذوك ومش حابينلك ان انت تكون احسن منهم. بس على مين؟ عشان انت معاك رب كريم، هتطلع من الخنقة والضيقة والصدمات اللي انت بتمر بيها دي في الوقت اللي ربنا هيكون رايد ان انت تطلع منها. ما تقلقوش، ربنا هيحفظكم وهيوسع رزقكم وهيرضيكوا بالفرحة اللي انتوا عايزينها واللي انتوا تستاهلوها. ودايما يا حبايبي بقول لكم لازم تحسنوا نفسكم اول باول، وتخلي بالكم من اي مشكلة او اي عراقيل تبقى قدامك. ليه؟ عشان انت روحانيتك عالك واحلامك بتتحقق. وعشان كده الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت فيها واقف وبتخطط لحلمك، وبتحاول تنظم وقتك، بتحاول تنظم مسؤولياتك، بحاول تنظم حياتك كلها. بس عندك طاقة التفكير، وطاقة التفكير كبيرة ورهيبة. انت ربنا هيرجع لك اشخاص دول هيعرفوا قد ايه هم خسروك مع اللقاءات الحلوة اللي انت هتاخد بالك منها. انت لغاية امتى هتفضل تتنازل؟ هتفضل لغاية امتى تضحي؟ هتعيش وتموت وانت بتضحي لناس ما تستاهلش، لناس ازياك؟ انت محسود. ما تخليش الحسد ياخد جزء كبير من حياتك. بلاش تدي زيادة عن اللزوم. خلي عندك توازن، وازن حياتك. انت عندك حوالات، عندك ناس كتير معجبة بيك، عايزة تكلمك، عايزة تتكلم معاك، عايزة يكون في بينكو كلام. بس من كتر اللي انتوا شايفينه في حياتكو خلاص قلتوا خلاص كفينا. انت الشخص اللي ممكن يعمل لك وجع دماغ او اللي انت تحس ان هو يأذيك بتطلعه برا حياتك. ما بقاش عندك طاقة زي الاول، ما بقاش زي الاول. كان الاول عندك طاقة ان انت تسمع وتستحمل وتتكلم ويكون في كلام كتير، لكن دلوقتي اللي انت تحس ان هو يقول لك كلمة تضايقك او تخنقك بتطلعه برا حياتك واكنك ما شفتهوش. في عندك كمية خوف كبيرة، وانت خايف على حد او انت خايف من المستقبل، والله اعلى واعلم. بلاش تخاف، خلي عندك ثقة في الله. انت عندك كمان خبر حلو، والخبر ده متعلق بخاصك الايام الجاية. انت بدأت ان انت تعافر وتجاهد، وعشان كده بدأ الارهاق يزيد في صحتك. عندك حد غايب عنك، والحد ده وبعد بفترة كبيرة. كان في بينك وبينه زعل، والزعل ده هيكون فيه مفاجأة الفترة الجاية. وخلي بالك من حد بيحضرلك، هيعمل لك مفاجأة. في حد ناوي يكلمك، والله أعلى وأعلم. الفترة الجاية دي هيكون عندك تقدم، في تغيير، في حال لأفضل. لأن انت الأيام دي متقلب المزاج. بس دي أكتر الأيام ان انت ناوي تشتري فيها عربية أو بيت أو مسكن، والله أعلم. انت ناوي تشتري حاجات في حياتك، أو ناوي تعدي من الفوضى اللي انت بتعيش فيها. وعشان كده طلعت ناس من حياتك كتيرة بعد ما اكتشفت الأقنعة اللي هما بيلبسوها عليك. والفترة الجاية دي هتلاقي نفسك شخص جديد، هتبقى عكس ما هم عارفين. انت مبقاش بتخاف على حد، خفت وضحيت واديت وامنت وكبرت وعملت المستحيل. انت مبقتش دلوقتي بدأت تقول اللي عايز يمشي بالسلامة. وعشان كده مبقاش حد بيأثر عليك، ومبقتش زي الأول مع الأشخاص اللي في حياتك. فعشان كده انت بدأت تبقى متألق، وبدأت تبقى في مكانك الصح، وقاعد في المكان بتاعك، وبتنهي أعمالك وخطواتك بنفسك. محدش بيتدخل في حياتك، محدش بيأذيك. عشان كده هيكون عندك نقلة وفرحة، والفرحة دي انت هتكون من عند ربنا، محدش هيعملها لك. التغيير والفرحة والأمور اللي انت هتعيدها في حياتك هتكون انت اللي تستاهلها.
بس دايما اقول لكم حبايبي، حاولوا تخلي عندكم نسبة هدوء، ما تخليش حد يستفزك. الفترة الجاية دي هتمنحك، بس اوعى تستسلم. الفترة الجاية دي مسؤوليتك هتزيد، وبس اوعى تخلي اي حاجة تسيطر عليك، اوعى تخلي اي حاجة تغير من حياتك. في عندك طرف تالت في حياتك او في شريك حياتك، في طرف تالت. الطرف التالت ده بيخلي عراقيل كتيرة موجودة او توتر وحيرة. فانا مش عارفة موجود في حياتك انت يا اما موجود في حياة الشريط، والله اعلم. في طرف بيتدخل وخراب بيوت، يا ريت ما تسمعوش لحد. الفترة دي من الفترات اللي انت بتعيش، انت حاسس بالوجع ودوران، في حد بيجيب في سيرتك، والحد ده مقرب من اهلك اللي هو عارف كل حاجة عنك، جايب في سيرتك وبيتكلم عليك، وبتسأله انا ايه اللي عملتهولك. هتلاقي فيه رسالة وهترد عليك. الرسالة ديت، الرسالة دي هتكون مفرحة، عشان هتقلب لك الوضع اللي انت بتمر بيه بالوقت الحالي. لو انت بتمر بزعل، هتلاقي الامور اتقلبك لصالحك انت، وهتلاقي كل اللي انت بتفكر فيه بيتحقق وبيحصل في حياتك. في عندك موضوع هتتفتح لك، في عندك اوراق من الماضي هترجع لك تاني، وهيكون عندك كلام كتير الفترة الجاية. وخلي بالك، كل حاجة هتحصل دي هتكون من صالحك انت، ان كان بقى زعل او اي حاجة هتحصل لك دي لصالحك انت. بس ركز على هدفك، احلامك، ازاي تحقق الامنية بتاعتك، ازاي تبني نفسك بنفسك من غير ما تطلب مساعدة من حد، ازاي تحقق الاهداف بتاعتك واحدة ورا واحدة. انت الفترة الجاية دي هيكون عندك الاخبار السارة، تغيرات جذرية، فترة راحة بعد التعب اللي انت شفته في حياتك، فترة فيها تنقلات، فيها اخبار كتيرة في حياتك الفترة الجاية. فانا عايزاكم حبايبي تكون عندكم هدوء نسبي، وتفكروا كويس، وفكروا بعقلكم اكتر من قلبكم. ودايما يا حبايبي تحصنوا نفسكم، لان انتوا فيكم نسبة كبيرة جدا محسودة، والحسد اشد من السحر صدقوني. وطبعا كله بالقرآن يا حبايبي. يا رب اكون اسعدتكم، واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.